السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معظم منشوراتي على الفيسبوك وعلى ثريد وعلى تيك توك اغلبيتها ما بين دايت ودين، وفي ناس كتير بتقول لي يعني ايه العلاقه؟ يعني انتي تتكلمي في الدايت تتكلمي في الدين، ده ليه ناس وده ليه ناسه، مع ان انا بحس ان في علاقه يعني وثيقه بين الاتنين. اسمعوا اللي اقول لكم النهارده. بما انك مؤمن بالله وعارف ان من ضمن الحاجات اللي هتتحاسب عليها هي صحتك وعن جسده فيما قبلاه، ففي ناس فاكرة ان طالما انا باكل اكل حلال يبقى خلاص الاكل ده ما فيش مشاكل منه وانا ما بعملش حاجة غلط. بس للأسف الكلام ده عاري من الصحة بدليل القرآن والسنة. القرآن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يعني إسرافك في الأكل ممكن يخلي ربنا ما يحبكش. ارجع واقرأ الآية تاني: إنه لا يحب المسرفين. صعبة صح؟ طيب والسنة أحاديث كتير زي ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطني. يعني إيه؟ يعني أشر وأسوأ وأبشع وعاء ممكن أي بني آدم يملاه هو البطن. عندك أوعية كتير ممكن تملاها. املى عقلك بالعلم، املى بقك بالذكر، املى قلبك بإيمان ويقين. مش لازم تملى بطنك، يعني مش هتملى بطنك بالأكل ليه؟ يعني في حاجات املى حاجات تانية، مش لازم وعاء البطن ده هو اللي تملاه. أصلا مش المفروض إنه يتملي، يا دوب بس حاجات صغيرة. بلاحظ دلوقتي ان اغلب مخترعين الدايت دلوقتي بيدوروا على الدايت اللي يناسب صحة الإنسان. كل يوم يطلع لنا دايت اختراع شكل، ما بين لو كارب وما بين كيتو، ما بين صيام متقطع، لا صيام عكسي، لا كذا لا كذا. كمية يعني اقعد اقول لكم دايتات من هنا للسنة الجاية مش هنخلص، واغلبيتها فاشلة للأسف. عندنا في الدين الإسلامي طرق دايت مختلفة، وربنا خلاها كده مختلفة لأن مش كل الناس زي بعض في الظروف، في السن، في الجنس، في الصحة. بس كل واحد عارف نفسه، عارف النهاردة أنا مين، سني قد إيه، راجل ولا ست، طفل ولا شاب ولا جهل. كل واحد له نظام غير التاني. لو مسكنا أفضل أنواع الدايت يعني بشهادة العجم والعرب، مسلمين وغير مسلمين، كله هيجمع على نظام واحد هو أحسن نظام، ألا وهو إيه؟ الصيام. صيام بقى اللي اخترعوه ما بين صيام كذا وصيام كذا، أنا بتكلم على الصيام اللي ربنا خلقه، اللي موجود في كل الأديان، مش اللي موجود عند بتاع الدايت. وهو إن أنت تصوم عن الأكل والشرب، لا أكل ولا شرب فترة معينة من اليوم. عندنا في الدين الإسلامي مثلا اللي هي من الفجر لحد المغرب قافلين بقنا، مفيش حاجة بتدخل جوه بقنا، لا أكل ولا شرب. الصيام اللي من النوع ده بالذات أفضل أنواع الأنظمة الغذائية لعلاج مشاكل صحية كتير وعلاج الأمراض، زي مثلا علاج الأورام، تقليل الالتهابات، علاج ارتجاع المري، الحموضة، علاج التخم، علاج الضغط والسكر، وغيره من الأمراض اللي لا تعد ولا تحصى اللي الصيام بيظبطها. بس الناس اللي بتقول الصيام ده غلط ومتعب وما ينفعش، هقول لكم باختصار: انتوا ما بتعرفوش تطبقوا الصيام والفطار صح، عشان كده بيتهيأ لكم ان هو صعب. الصيام الصح هو انكم توقفوا اكل من وشرب تماما عن جسمكم من الفجر لحد المغرب، بقكم ما يتفتحش خالص. الكلام ده مناسب من سن مثلا الطفولة، من أول ما الطفل يقدر يبقى يتحمل الصيام يقدر يصوم. طبعا يعني أفضل سن ممكن من 6 7 سنين بيبقى حلو جدا، لحد سن البلوغ. وهنا عند سن البلوغ هيتقسم الأطفال نوعين ما بين ولاد وبنات. طبعا الولاد غير البنات. البنات ليهم اوقات معينة ربنا قال لهم اداهم رخصة ان هم يفطروا في الايام دي ويعوضوها بعد رمضان. وده برضو دي ليها حكمة، لان البنت في الفترة دي ما بتبقاش يعني بتبقى عندها هرموناتها ملخبطة. في ناس بتسأل بتقول: طيب ينفع لو هي عايزة تصوم مثلا تاخد أدوية اللي هي بتوقف الدورة وان هي ترجع بعد كده تكمل الشهر عشان هي مش بتعرف تعوض في ايام تانية؟ هقولك ليه تغيري خلق الله. ايه اللي يجبرك تاخدي حسنات؟ يعني انت مثلا هتاخدي حسنات بالغصب، استغفر الله العظيم. هتكونيش فاكره مثلا ان انت في الوقت ده ربنا بيعاقبك زي ما فكر اليهود ان ربنا بيعاقب البنات انهم اداهم العذر ده ربنا بيعاقبهم بيهم. يعني طبعا كلام متخلف وكلام عاري من الصحة. واوعي تفكري بالطريقة دي عشان ما تبقيش بتفكري زيهم.
الفترة دي انتي ثوابك مضاعف لانك متحملة تغير المزاج ومستحملة الوجع والتعب والضعف والتوتر، وفوق ده كله بتخدمي الصايمين، يعني كأنك بتاخدي ثواب افطار صايم، وده زي كأنك صمتي بالظبط. ده بلس ان انتي بعد كده هتعوضيهم كأنك صمتي مرتين. الرجالة صدقيني بيحسدوكي على اللي انتي فيه. طيب لو انا خلاص كبرت ومبقاش عندي عذر شرعي، خلاص هتصومي الشهر كله، وبرضه يا بختك. هتقولي ازاي بقى وليه دلوقتي ينفع؟ هقولك لان دلوقتي هرموناتك مش زي الاول. ايام ما كانت بتجيلك كان الوضع مختلف. بس انا في الفترة دي فترة صعبة وعندي هبات ومتقلبة المزاج. الصيام هيحل كل مشاكلك صدقيني. ما تجربيش مع ربنا لانه ادرى باللي خلقه، وهو اللي قال كده، وهو اللي عارف خلقه اكتر منك. فصومي وملكيش دعوة، وخلي أمورك كلها على ربنا، وربنا قادر إنه يحللك كل مشاكلك وكل الحاجات الصعبة اللي بتمر عليكي. طيب انت كده بتتكلمي عن رمضان وباقي السنة، بقى هعمل ايه؟ عندك يا ستي كذا نظام تقدري تمشي عليه. خدي عندك اول حاجة، عندك ممكن تصومي يومين في الاسبوع، يوم الاثنين والخميس. في طريقة الصيام الرمضاني برضو من الفجر لحد المغرب عادي خالص، لا أكل ولا شرب. تمام. طبعا هتقللي أكلك، مش زي بقى رمضان بقى العزايم والمش عارف ايه والحاجات الغلط أصلا اللي احنا بنعملها في رمضان دي. هتاكلي الأكل الطبيعي بتاع البيت ده. انتي بالعكس انتي الفترة دي بتوفري على نفسك مجهود بقى. هقعد هفطر ايه، لا هتغدى ايه، طب سناك ايه، انتي مريحه دماغك، لا اكل ولا شرب. هتيجي المغرب هتفطري وبعد كده خلاص يعني تاكلي وجبه كويسه ومريحه. ويعني لو احتجتي حاجه في وسط كده مثلا على العشاء بالليل لو انتي بتسهري، تاخدي حاجه بسيطه، كوبايه زبادي. وبرده قبل الفجر تتسحري مثلا تمرايه مع كوبايه زبادي او حاجه بسيطه جدا. الكلام ده طبعا مش قادره اقول لك فوائده قد ايه وقد ايه هينزل جسمك من غير ما تحسي بأي تعب. طيب انا ما اقدرش اصوم يومين في الاسبوع، ده كتير عليا جدا وبشتغل والبيت والولاد وي وي وي. طيب تقدري تصومي 3 ايام من كل شهر اللي هم 13 و14 و15 من الشهر العربي، تصومي زي صيام رمضان برضو فيهم بالظبط. هتقولي لي انا ما اعرفش ايه الشهور العربيه دي. هقول لك يعني افتحي جوجل مش هيأثر معاكي، هتعرفي احنا في شهر كام بين الشهور العربيه، رجب ولا شوال ولا ذي القعده ولا ذي الحجه. هتعرفي اول ما يجي يوم 13 و14 و15 الثلاث ايام دول هتصوميهم، ودول ثواب كأنك صمتي السنه الشهر كله. طبعا لو انت بتعمليهم كل شهر كأنك صمتي طبعا السنه كلها. دي طبعا ثوابها عظيم جدا وحاجه حلوه قوي. وكمان ان انت بتغيري في نظام اكلك، ان انت تقعدي كل شهر 3 ايام كانك بتعملي ايه زي ايه، بسويتش اوف، ان انت بتطفي وتشغلي تاني النظام الدايت بتاعك، فهيرجع جسمك يحرق. وليه فوائد كتير جدا للجسم، يبقى انت اخدتي فوائد للدنيا وفوائد للدين في نفس الوقت. عشان كده انا دايما بقول لكم ان انا محتويه دايت ودين، لان انا بحس ان الاتنين مكملين بعض والاتنين حاجه واحده بالظبط. طيب في أنواع صيام تانية طبعا. في زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل صيام صيام داود عليه السلام، كان بيصوم يوم ويفطر يوم. يعني تصومي يوم النهاردة بكرة لا، بعده لا، كده يعني يوم ويوم. طبعا ده له فوائد عظيمة لجسمك، وهيقلل وزنك، هيثبت لو انت عايزة تثبتي، هيظبط لك الدنيا خالص ومش هيخليك عندك مشاكل صحية. بلس ان انت طبعا ثوابك الدنيا عظيم جدا ان انت تكتبي من الصوامين. طيب جميل، بس أنا للأسف مش بقدر أصوم خالص وبصوم رمضان بالعافية. هل في الدين الإسلامي نظام ينفع الواحد يمشي عليه ويخس وياخد ثواب كده غير الصيام؟ هقولك أكيد طبعا. نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع. يعني إيه الكلام ده؟ يعني من الآخر كده ما تاكليش إلا لما تكوني فعلا جعانة. إيه ده؟ تقولي طب أنا على طول جعانة، أنا على طول حاسة إن أنا جعانة. لا ده مش جوع، ده إحساس نفسي. جعانة يعني عدى عليكي بتاع 6 ساعات أو أكتر مفيش لقمة دخلت بقك. احسبي بقى اللقمة دي دلوقتي لأن مفهومها اتغير عن زمان بالسعرات. اللقمة اللي موجودة دلوقتي ممكن تتحط في فنجان قهوة تتشرب زي السلام عليكم كده، وتبقي انت تقولي انا ما اكلتش حاجه، لا انت شربتي مثلا فنجان قهوه في كميه سعرات يعني تبقى اعلى من طبق محشي.
فتاخدي بالك ان اللقمة يعني لقمة، يعني مفيش سعرات خالص تدخل بقك، لا اكل ولا شرب اكتر من 6 ساعات يبقى انتي فعلا جعانة. طبعا عشان تسهلي على نفسك هتبعدي عن اختراعات القهوة 3 in 1، هتبعدي عن العصاير، ان كوباية العصير ولنفترض لو كانت حتى عصير برتقان، فبنتي بتحطي عشان تعملي كوباية عصير برتقان بتاخدي 3 برتقانات اللي هم حوالي وزنهم مثلا ممكن يوصل لكيلو الا ربع. يعني انت فعليا بتاخدي كيلو الا ربع مية وسكر، وما خدتيش اي الياف وما خدتيش اي فيتامينات، لان اصلا الفيتامينات بتتكسر بمجرد ما يتعصر البرتقان ويقعد شوية. فانت ما خدتيش اكتر من الميه والسكر وبتقولي انا واخده عصير فريش، طبعا ده مش صح. ده كده انا بقى بكلمك في حاجات طبيعيه، ما دخلتش بقى في مشروبات طاقه، ما دخلتش في مياه غازيه والبلاوي السوداء اللي مركونه على الارفف في المحلات دي. يا ريت الكلام ده كله نتجنبه تماما، لانه هو مش مفيد بالمره وبيضر اكتر ما بينفع. فكلمة جعانة يعني فعلا عايزة تاكلي وجبة، يعني أنا عايزة دلوقتي آكل فراخ، عايزة آكل لحمة، عايزة آكل سمك، ده معنى جوع. لكن جعانة عايزة اخد بسكوتة، عايزة كيس شيبسي مع عصير، ده مش جوع، ده احساس ان انتي زهقانة، عندك مشاكل نفسية، عايزة اتسلي في اي حاجة غير الاكل. يا بنتي كنتي بتقولي لي ناكل حتى نجوع، دي عرفنا ايه لا نشبع دي بقى؟ طب انا ما بشبعش. لا لا لا، مش لا نشبع مش معنى ان احنا ما بنفضل ناكل وما بنشبعش، اللي احنا لا نشبع يعني من الاخر كده تقومي من على الاكل وانتي لسه مشتهيه. في مقولة عربية حلوة قوي سمعتها من فترة، بيقول لك قم قم من على الاكل وانت تشتهي، ولا تقم منه وانت تشتكي. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ان انا اقوم من على الاكل وانا لسه حباه ولسه في مكان في بطني ولسه اقدر اكل، بس خلاص سايبه مكان في بطني عشان استريح وعشان لسه هشرب ميه وكده والكلام ده. مش اسيب الطبق بقى لما خلاص قاعده باكل لحد ما مش قاعده، ركنت ظهري لورا وكرشي قدامي ومش قادره اخد نفسي ومش قادره اتحرك. الكلام ده طبعا حرام وغلط ومؤذي وكل حاجه وحشه في الدنيا. للأسف زمان واحنا صغيرين كانوا أهالينا بيقولوا لنا كلوا كلوا عشان تشبعوا، كل لحد ما تشبعوا، كمل طبقك، ويغصبوا علينا. كل الكلام ده طبعا كان للأسف الشديد غلط، وما كانش عندنا لسه وعي كافي. وأهالينا ممكن بعضهم ما كانش عندهم الوعي، انت ما ينفعش لا انت لازم تاكل وانت لازم تخلص طبقك، لا ما اغرفي له طبق صغير، ما لازم ماشي صح لازم يخلص طبقه، بس في نفس الوقت يعني ما تمليليش طبق اكتر من امكانياته وتجبرين هو ياكله. فطبعا انت بتوسعي مصارينه، مع الوقت هيفضل ياكل، مع الوقت مصارينه هتوسع واحتياجه هيبقى اكتر، وفي الاخر انت بتقعدي تجري وراه على الدكاتره والمستشفيات هعالجه ازاي. طب ما انت اللي عملتي فيه كل البلاوي السوداء دي. لا قالك خلاص عرفتي كميته، معلش فالطبق ده ممكن تركنيه على جنب ياكله بعدين، او خلاص انت عرفتي الكميه اللي بيقدر ياكلها، ما تغرفيلوش اكتر من كده. وطبعا الكلام ده ينطبق عليكي وعلى كل اللي موجودين في البيت، كل اللي حواليكي لازم يبقى عندكم الثقافة دي، ان هي احنا نقوم من على الاكل واحنا لسه لا في مكان، ما وتعدمني ومش عارف ايه، ولازم تاكل الطبق ولازم تاكل منه كمية اكلات على السفرة مش طبيعية، الواحد محتاج له يعني سنة عشان يهضمها. فالكلام ده يا جماعة مش صح، لازم ان احنا نغير العادات دي. طيب وغير بقى ناكل حتى نجوع اذا كنا لا نشبع طيب في ايه؟ طب هل في نظام تاني ينفع ان انا اعمله؟ هقول لك كمل الحديث. فإن كان لا محالة فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك. يعني ايه؟ يعني لو انا خلاص انا مش قادر اعمل الكلام ده، انا لما بحط الاكل ما خلاص، او بعدين لازم يعني كل شوية بحس ان انا مهبط، بحس ان انا ساعتين 3 وعايزة اكل حاجة، ولو قعدت فترة زي ما انتي ما بتقولي كده 6 ساعات وكلام هقع من طولي، انا بشتغل ومحتاجة طاقة ومحتاجة مش عارف ايه. هقولك خلاص يبقى تلت لطعامك وتلت لشرابك وتلت لنفسك. الوجبة اللي انت مثلا كنت هتاكلي وجبتين او 3 وجبات في اليوم، هتقسميهم 5 6 وجبات بس تصغري الكمية جدا، يعني هتبقى حاجات بسيطة على مدار اليوم. هي يعني كأنك هتقسمي السعرات اللي انت بتاعت الطبقين بتاعت الفطار والغدا او الغدا والعشاء على مدار اليوم كله، وهي دي تلت لطعامك وتلت لشرابك وتلت لنفسك، ان انت قسمتي اليوم
وفي نفس الوقت قسمتي معدتك نفسها ان انت اكلتي وشربتي وسبتي مكان لنفسك، ان انت تاخدي نفسك، بحيث انت مش تبقيش خلصتي الاكل واي قاعده بقى خلاص ما انتخه مش قادره تعملي اي حاجه لانك فطستي من كتر الاكل. دي كانت أنظمة الأكل اللي موجودة في ديننا. وللأسف نسيب أحسن الأنظمة ونروح نقلد نظامهم المقتبس أصلا من ديننا بس مسميات أجنبية، وإحنا إلا من رحم ربي عندنا حاجة اسمها عقدة الخواجة. يعني مصحاش الفجر والفجر ده لأ ولازم تناموا، لكن لما يبقى اسمه معجزة الصباح، نادي الساعة الخامسة، بقى واو وكول. الصيام بتاعنا غيروه، خلوه بدل ما يبقى اسمه الصيام وان انتي تقطعي الاكل والشرب، خلوه intermittent fasting اللي هو صيام متقطع، اللي هو طول اليوم تشربي شاي وقهوة واعشاب وما تاكليش غير مرة ولا مرتين في اليوم، وباقي اليوم مشروبات. وطبعا المشروبات اللي انتي عمالة تبلبعي فيها طول النهار دي هتنزل كل العناصر الغذائية في جسمك، وطبعا هتدوخي وهتتعبي. وانا على فكرة مش بتكلم الكلام ده من خيالي، انا بتكلم الكلام ده لان انا جربت الصيام الرمضاني طبعا، وشفت قد ايه فوائده وان قد ايه هو كويس جدا، وقد ايه بينزل الوزن لو احنا ما عكناش وقت الفطار من كنافة وقطايف والكلام الفاضي ده. وجربت برضو الانترميتنج فاستنج او اللي هو الصيام المتقطع، اللي هو مع كمان اللي هو الباكج الكاملة بتاعته اللي هو الكومبو اللي هو صيام متقطع مع الكيتو دايت. وكان صدقوني وبدون مبالغة كان نظام هيموتني حرفيا، أسوأ نظام ممكن يتعمل في الدنيا اللي هو الصيام المتقطع مع الكيتو دايت. والاتنين انا يعني لان تجربتي كانت سيئة جدا معاهم، فما بنصحش اي حد بيهم. يمكن الناس اللي هقول لكم ده كويس يمكن على المدى البعيد لسه ما شفناش، لان هي كلها اختراعات بشر، ربنا ما قالش عليها ان احنا ناكل كذا ونسيب كذا ونجبر نفسنا على ان احنا نعمل كذا وما نعملش كذا. صدقوني الكتالوج اللي ربنا خلقنا عليه هو ده احسن حاجة للجسم. اخترعوا ما تخترعوا، قولوا ما تقولوا، انا دي قناعاتي الشخصية. ويمكن كتير هيعارضوني، كتير مش هيبقوا من نفس افكاري، بس انا يعني حبيت افضفض معاكم واقول لكم عن افكاري. وطولت عليكم النهاردة واشوفكم على خير، يلا باي باي.